الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي امهاتي ابائي اجدادي اولادي، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مرتاحين. شو اخباركم يا الصيام؟ قولوا لي، خبروني. والله انا كله احاتيكم على الصيام، ادري الدنيا حر وياكم وتعب، لكن هذا كله عند الله ان شاء الله، عند الله موجود في الاخره. أنا الفطور علي، أنا أحاول قدر الإمكان أسويه شوي خفيف، بس عاد السحور هذا شيء عليكم أنتون، بس لا تفقرون في السحور بعدين تروحون كباب وباكة وده، بعدين تقعدون الصبح تموتون من العطش. حاولوا تخففون إن شاء الله، حليب وقرص وبخصم وروح. وعندك الموز، كل موزة في السحور تغنيك عن اليوم كامل، ما تشرب ماي ولا تحس بالعطش. وفي السحور بعد عليك بالتمر وعندك التين. المهم ما علينا، احنا دخلنا لكم في مواضيع اخرى. اليوم ان شاء الله طبختنا برياني لحم. البرياني هذا صراحة يبغي له لازم كل شيء مسبق، اذا ما سوى المسبق يعني التجهيزات المسبقة كل شيء يروح عليك. فانا برست يعني تقريبا العيش وياه الرز، سلقته اللي هو فحته يعني، وراح اصفيه وحطيت فيه يعني المسمار والهيل والملح ويا شويه دهن عشان لا يعجن يعني كامل بارد. انا رايح اصفيه اسلقه. وهذا بعد عندك النخج، هذا هو المفلق اللي عندش يعني عندش او عندك نفس الشكل، واحد على هوا يعني. هذا بعد برزته، وعندي بعد برزته عندي بصل حمصته عشان يوفر علي الجهد والطاقة، لأنه بيصير عندنا أغراض وايد، لأن البرياني ياكل وقت واجد. وعندنا اللي هو الآلو بعد مقلي، وعندنا الزبيب، وعندنا الكاجو اللي هو الكازو، وعندنا الله يسلمكم الكزبرة اللي هي التابل، وعندنا اللحم، لحم خروف، وعندنا ماي ورد مع زعفران منقوع، وعندنا معجون الطماطم، معجون الصلصل هذا يعني. احنا واحد بيستقم يقول بعد معجون في البرياني، لا تخافون كل شيء بيصير عليكم ان شاء الله سهل، رايح تشوفون شوي بعد كيفه يعني يصير. وعندنا البهارات الصحيحة اللي هي الليمون، اللومي الاسود، وعندنا دارسين، وعندنا الهيل حبات، وعندنا هيل مطحون ومسمار وملح. أنا دائما قلت لكم استخدم الملح الخشن لأنه صحي وما في عليه. وعندنا البهارات المطحونة اللي هو الكركم، والبهارات مشكلة، وعندنا الليمون اللوم الأسود، وعندنا الفلفل المطحون. أنا الحين شنو رايح أسوي؟ رايح أجيب أقدر وأحط فيه اللحم وأسلقه، وعلشان عقب ما أسلقه أخليه شوي يتحمر رايح أقلي الكاجو. المهم ما علينا، رايح نخلي الكازو على جنب، ورايح نبدل خطوات بالترتيب أو بالتدريج. رايح أولع النار، نار قوية، ورايح أحط اللحم
ورايح احط ماي مغلي. اسلقه يعني، ما دام هو ينسلق انا عندي، وانتم تقدرون تسلقونه حتى في البدايه يعني، يصير تجهيز مالكم كلش مسبق. ورايح اخلي معجون طماطة اللي هو الصلصل. الحين عرفتون حق ويش؟ عشان لونها يصير حمرة، لون اللحمة تشهي لونها يعني يكون. ورايح اخلي البهارات الصحيحة اللي عندي، هيل يعني 6 حبات تقريبا، نص كمشة. وعندنا المسمار نص كمشة بعد 6 حبات. وعندنا الليمون اللي هو الليمون الاسود 2 3 حبات، رشي راجع عليكم. وعندنا الدارسين 2 يعني تقريبا عودين. والملح بخليه في الاخير. ونخلي شوي من البهارات المطحونة. عندنا الكركم ملعقة هي قفشة يعني، وبزار مطحون كمشة قفشة، كل واحد ولغته. واللوم المطحون قفشة، والفلفل الحار نص قفشة. وخليه وراح اسكر عليه لين ما يستوي. الحين خليه على راحته لين ما يستوي. اذا عطيت النار حامية راح يستوي من فوق ومن داخل ما راح يستوي. انا الحين رايح اقلي لكم الكاجو. رايح اشغل النار. احط شوية زيت بس مو واجد يعني، خفايف بس شوي زيت. ورايح اقلي له الكاجو شوي لما يتحمر، ياخذ له شوية راحته يعني. وهذه الطبقات اهم شيء قلنا لكم، كل ما كان التجهيز مسبق كل ما كان ارتحتون ولا تعبتون. وهذه طريقتنا ان شاء الله. عقب ما يحمر الكاجو رايح تشوفون كيف يصير لونه. الكازو تقريبا خلاص جهز. راح اشيله واحطه في الصحن. واللحم بعد تقريبا استوى، اخذ غلوته وخلاص. راح اشيله. ما شاء الله ريحته طيبة. هذا اللون في العيش يعطي لون خيالي، لون روعة. رايح احطه على جنب. ورايح الحين انا اشيل هذا واتخلص منها لان ما لي داعي بها. انا ابغي بس الجدر هو هذا بس. الحين هذه مقاديرنا. الحين شنو نسوي؟ الحين ناخذ الاشياء بالترتيب. نحط الرز اللي هو العيش داخل القدر،
بعدين نحط عليه طبقات شوي شوي ان شاء الله بتعرفون. وراح نشوف الحين نبدي الطريقة. راح اغسل بس القدر ونشفع عن الماء واخليه على الضوء واشغل عليها مرة ثانية. بس الضوء خلها يعني النار خفيفة جدا عشان لا يحترق يضرب علينا اللي هو البرياني. ناخذ الزيت اللي هو الدهن خفيف بس عن لا يضرب من تحت وخليها جنبي لأن بستخدمها. وباخذ اللي هو العيش اللي هو الرز على قولة المصريين على قولة اخواننا الخليجيين كامل مهم. واخلي طبقة نكتفي بها بعد واحدة هيك لكان. وناخذ اللي هو اللحم ونحطه في الوسطة في وسطة العيش. إذا تبون تحطون اللومي على راحتكم، والله أنا أحبها يصير طعمها لومي أسود يطلع عجايب. راح أخذ بس شوية الماي ماله وراح ناخذ شوية من الكزبرة وهذا اللي هو التابل راح اخذ رشة عليهم. وخلي على جنب. واخذ زبيب بعد رشة. هذا هو البرياني الطبقات. في برياني عدة انواع البرياني. برياني تحت القدر اللي هو بالروب، وبرياني فوق، وبرياني طبقات، وبرياني انواع واشكال فوق مئات البريانيات ما شاء الله. الهنود ما قصروا فينا. ونحط شوية البصل المحموص اللي هو محمر شوي، وشوية الآلو. هذا تشوف شقد يعني صار عندنا وقت ما شاء الله من يوم احنا جهزنا اغراضنا. هذا يعني مثلا لو ما جهزنا اغراضنا كان ولا الساعة 7 تتفطرون على هالحسبة. الآلو جهزناه وخليناه. وعندي اللي هو ماي الورد منقوع مع زعفران رشة خفيفة مو وايد عشان لا يصير اصفر. وشوية هيل برشة خفايف بس. وعندنا اللي هو الزيت بس خفيفة لأنه عشان لا يعجن العيش مع بعضه. ونحط آخر شي نفس الشيء اللي هو النخج. هذا النخج المفلق طبقة بعد طبقة بسيطة. والحين ناخذ العيش مرة ثانية نسويها نفس الطبقات ونفس الطريقة. ناخذ هذا. أنا صراحة اشتهيت بواجد. عجبني أنا البرياني أحبه واجد خاصة بالشحم. أنا إذا أسوي البرياني ما أشيل الشحم لأنه هو يعطي بعد الشحم ماله يعطي مزية غريبة يعني خاصة إذا تحت القدر. نكتفي بهذه الطريقة. كفاية عليه. رايح أعدل شوية بس هنا. ونفس الطريقة رايح أسوي اللي هو أحط سبنت وأخلي شوي حق التزيين واللي هو الزبيب نفس الطريقة. انتم على راحتكم شنو تحبون تحطون إضافات يعني كل شيء يصير ما في شيء ممنوع. لا هو قرآن ولا هو حديث منزل من السماء. ونحط اللي هو الكاجو
بعدين بعد بخلي شوي وحق التزيين. شوف ما شاء الله الألوان والمكسرات عاطت الطبق شيء غير طبيعي. واحط البصل المحمص ويا الآلو مع بعضهم البعض، خليه شوي يتقلب، وخلي شوي هيل، برشة هيل خفايف. الهيل بعد ما شاء الله ويا الماي ورد ويا الزعفران يطلع مو طبيعي يعني النكهة. ونخج هذا شوي مفلق، بعدين اخلي البقايا حق التزيين ان شاء الله. شوف كيف. واخر شيء اللي هو الزعفران بالماي الورد المنقوع، وخليه على نار خفيفة لمدة تقريبا يتسكر ربع ساعة، وشوية زيت في النهاية خفايف، برشة بس خفيفة، لأنه البرياني يحتاج إلى زيت عشان لا كل شيء يتماسك مع بعضه البعض. أنا أحبه نفري يعني يصير، وكل الناس يحبونه. والحين راح أسكره إلى مدة ربع ساعة إلى 10 دقائق، ونروح فاصل ونعود إليكم مرة ثانية. رجعنا لكم بعد الفاصل ونشوف البرياني مالنا لوين وصل. ما شاء الله ريحته، يبغى له بعد شوية 3-4 دقائق لما يتنشف. تعرفون قصة البرياني من وين جت؟ أنا أقول لكم إن شاء الله، واسمحوا لي إذا كان يعني تقصير من عندي أو في معلوماتي. البرياني هي أصلها هندية، ويعني والبرياني ما شاء الله عدة أنواع وعدة طرق. برياني دجاج، برياني لحم، برياني سمك، حتى البرياني السمك بعد فيه، برياني ربيان، عدة أنواع من البرياني، حتى برياني تحت القدور، برياني بالروب، نفس ما قلت لكم في البداية. وهي كلمة باريان هي جاية الأصلية، يعني هي كلمة المقلية أو المشوية، فهني دشوها الخليج وطوروها وسووها حتى المفيوحة بعد اللي هي المسلوقة. وتعرفون بعد الأول ما يختلي عرس إلا لازم فيه البرياني، إذا ما في طبخة البرياني هذا يعتبرونه واحد بخيل ولوتي. فالواحد يروح يقترض ويروح يتسلف من أدنات أي مكان علشان يسوي هالطبخة. إن شاء الله تقريبا طبختنا استوت، وراح إن شاء الله ننشبها داخل القدر، داخل استغفر الله له محل التقديم مالها. أنا راح أطفي النار ورايح ننشبها. أنا بشيل بس هذا علشان باخذه حق التزيين بعدين، عشان يطلع طريقته تكون محترمة ولطيفة. بشيله بس هذا من فوق عشان بستخدمه نفس ما قلت لكم. وراح ناخذ ما شاء الله شوف الألوان، وبدل العابسيل مالكم. صبروا شوي، ما بقش على الأذان يا جماعة، صوبة تختون. الريحة صراحة مي طبيعية، الريحة بلاوي. مكبوس ذاك اليوم بلاوي، والبحاري بعد بلاوي، والفريد والثريد كل شيء، واليوم اللي هو البرياني ما شاء الله. شوف كيف الألوان صايرة على بعضها البعض، يقول كأنه تحفة فنية رسمة. نخلي اللحم على جنب.
فوق علشان واحد يشتهي ياكل. الليمون بنخليه اي مكان، يعني تحبون ليمون او بتشيلونه شي راجع عليكم، ويعني لا تخافون هي متروسه لحم ما شاء الله. بس والبرياني نفس ما قلت لكم طبقات. بناخذ شويه من هذا نحطه فوق، نزكرشه على قولة الاوليين اللي هو زينه. بناخذ شويه من التابل بعد نفس الشيء. وعندنا اخر شيء اللي هو الزبيب، رايحه زينه بس شويه ما باخذ وايد لانه في اصله زبيب. وهذا اهم شيء الكاجو من فوق. وهذا رايح يشوف نهاية الطبق البرياني. الطبقات ان شاء الله رايح تشوفون برياني من عندي عدة انواع، ان شاء الله يكون نال على حسن رضاكم واعجابكم، وبالصحة والشفاء والهناء والعافية وكل اللغات على قولتنا وكل اللهجات. وهذا طبقنا البرياني واستوى وبرزوا الصماط، وإن شاء الله بالصحة والهناء. ونشوفكم إن شاء الله في طبخات جديدة من مطبخ بلاوي. بلاوي يرحب بكم ويستودعكم الله. فمان الله.